حبايبي واش راكم؟ جيسبر كو vous allez bien. ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. اليوم اخترت لكم هذا النوع من الحلويات، بزاف تجي هشيشه وبواحد الحشو اللي يجي معلق بزاف بنينه وكروستيانت. الشكل تاعها انا اخترتها بشكلين، قطعت لي تقريبا واحد 45 حبه، بصح اخترت زوج احجام. يعني اخترت حجم دائري صغير شويه وحجم شويه كبير عليه، دونك الا خدمتو بالحجم راح تقطع لكم بوكو بلوس. شوفوا كيفاش تجي بزاف. شوفوا طريه وهشيشه، انه قصدي ما تجيش يابسه ولا باغ كونطخ تجي هشيشه بزاف. شوفوا لي هذاك الحشو جاي معلك الداخل. صدقوني من ابل الوصفات اللي استخدمتها. المكونات انا درت 250 غرام تاع زبده مارغرين. انا دائما لي صابلي وكامل الحلويات نخدمهم بصول، داكوغ. درت بيضه وصفارين، ودرت كاس سكر ناعم، كاس غير صبع هذاك تاع ام والد. دوك نديرهم لكم في صندوق الوصف. بديت نخلط في هادو المقادير بالباتر هكا باش نتحصلوا على قوام متجانس. بعد كي نزلت لهم لافاني. نتوما الا ما عندكمش الباتر غير بالفوي وخلطوا تري بيان. دخلوا هذوك المكونات حتى اللي يندمجوا فيما بعضهم، ولكن حركوا مليح. فوالا. زدت لهم هنايا كاس غير صباح تاع كوكاو محمص ومرحي شويه خشين، يعني وسط. فوالا. وبقيت نضرب فيهم حتى اللي ندمجوا كامل المكونات. ابخي زدت لهم كاس معمر، مي فريمون معمر تاع مايزينا. لا مايزينا كشغل مطوب، حنايا نقولوا مطوب، يعني معمر فوق اللازم تاع مايزينا، ولا ديروا كاس وربع تاع مايزينا. فوالا. ابخي زدت لهم هذه سي فاكولتاتيف، تبغوا تزيدوها تبغوا تنقصوها، ولكن تعزز النكهه تاع الفول السوداني اللي درناه في الوصفه. درت لهم 2 ملاعق تاع كبيره تاع زبده الفول السوداني، وبقيت نضربها حتى اللي اندمجوا المكونات ايضا. انا بصراحه عجبتني بزاف النتيجه. شوفوا دابيتود كي نسيي وصفه وما تخرجليش ما نبارطاجيهاش. هذا هو الكاس تاع لا مايزينا اللي زدته، لازم نغربلوها. وبعد كينا زدت تقريبا 2 ملاعق كبيره تاع كاكاو. قلت لكم المكونات راح تلقوها بالتفصيل في صندوق الوصف. نغربلو كامل المكونات وندخلوها في مع المقادير السابقه. هنايا زدت رشه تاع ملح. شوفوا رشه الملح دائما نديروها في الحلويات. او هنايا درت نص ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات. هنايا تقدروا تكملوا العمل باليد فقط. فوالا. ودائما في الحلويات ايضا ما لازمش نعجنوا العجينه، يعني غير لموها باصابع اليد وصاي. هنايا زدت كميه من الفارينه تزيدوها تدريجيا. ديروا 2 كيسان تاع فارينه معمرين وغربلوهم، وبعد كينا قعدوا تزيدوا بشويه. ما نسوش بلي الكاكاو تاني يشرب، دونك اسيو باش ما تقصحوهاش. اون فوا تولي لكم عجينه، يعني تقدروا تلموها باليد او تشكلوها ايضا كريات. سي بون حبسوا. انا بقيت نزيد فيها غير بشويه، وكي تحصلت على القوام المطلوب حبست. قلت لكم ما نعجن ما والو، نلموها غير كيما راكم تشوفوا حتى اللي تندمج فيما بعضها ونتحصلوا على نتيجه على عجينه هكا متماسكه كيما راكم تشوفوا.
فوالا خليتها دو كوتي ترتاح. ابخي جبتها وقطعتها بلي زامبورط بياس اللي كنت انا اختاريتهم. هذوك لي زامبورط بياس اخترت واحد صغير واحد كبير. العجينه هنايا مديتها تقريبا بنفس نصف سنتيم، لانه فيها الخميره. كنا درنا ديجا نصف ملعقه تاع خميره كيميائيه، وزيد مع الحشو ومع الحبه الثانيه كي نلصقوها غادي تزيد تطلع شويه. فوالا في الديبي كنت راح ندير بهذا الشكل، لكن غيرت رايي ودرت بهذا ندور. بصح كيما قلت لكم درت زوج تاع لي طاي، درت واحد صغير وواحد كبير. هذا ماشي فريمون صغير وقلت لكم خرجت لي تقريبا 45 حبه. مي قسمت فريمون نص بنص. درت شويه بهذا الحجم وشويه بالحجم الثاني. شوفوا انتوما كي تبغوا تقطعوها اولا كي تبغوا تمدوها ديروا فوقها ان ساشي ولا هذوك تاع البوراك ولا مدوها باش ما تجيكمش مشقه هكا من الفوق. انايا كنت فريمون مزروبه، سي بور سا غير درت حتى من بعد كي نعاود جبت. دونك هنايا مرينا الحشو واش درت 100 غرام. شوفوا بعبر يعني فيها 100 غرام تاع زبده درت اوبلين، و100 غرام تاع شاميه اللي هي حلوه الترك، و100 غرام كراميل. هذا الكراميل جاي شد روحه، عجبني، ما جايش متلوق. خلطتهم بلا ماغيز. ابري جبت لو باتور وضربتهم. دوكا لا كريم هذه تجي شاده روحها، تجي فريمون شاده روحها. شوفوا لا تكستور تاعها كيفاش تجي فريمون هايله وما تغبنكمش في الخدمه. اوبلين نستخدموا زبده اوبلين دائما في لي كريم، فيها بنه بزاف شابه، فيها غو تاع لافاني تو. وهنايا هذا الحشو راح لي المقطع وانا نصور، عن بالي كنت نصور. هنايا درت دوك نكتب لكم تحت في صندوق الوصف. درت كيلة تاع كوكاو وفايتين ودرت ايضا لميتهم بالكراميل. وكي تزيدوا الكراميل حاولوا كيفاش ما تكونش جامده ولا يابسه. هذيك الحشو لازم كي ديوها في لابوشادو تمشي لكم. فوالا الا حسيتوها ناقصه بقاو تزيدوا في هذاك الكراميل. قلت لكم انا هذاك الكراميل اللي زدت شويه كان شاد روحو، سي بور سا بقيت نزيد. الفرن لازم يكون دائما محمى مسبقا. دخلوها في الفرن مدة ربع ساعة على درجة 180 درجة مئوية، كل واحد والفرن تاعو. كي تشوفوها تحمرت شوية خرجوها. انا كاين حبيبات زيت لهم في لا كويسون باسكو عندي لو ماري يحبهم شويه ماشي محروقين، ولكن شويه فيهم يجوا زايد لهم في الطياب. شوفوا ديك لا كريم او بور جات فريمون هايله. درتهم في لابوشادوي باش تسهل عليا الخدمه، وبقيت نشكل فيها. وفي الوسط زدت هذاك الحشو. هذه الكميه اللي عطيتها لكم جا كميه مضبوطه تاع لا كريم وتاع الحشو زاد عندي شويه، تحبوا تنقصوا ولكن انا زاد عندي شويه، معليش. ابغي تستحقوهم حشو في الحشوات تاع الكيك. درتو كيك ولا غاتو بريستيج ولا تستحقوهم، تخبوهم في الفريجيدير وما يصرالهم والو، يقعدوا انتاكت كيما هما. هنايا بقيت نلصق الحبه مع اختها بعد ما نكون زدت الحشو، ونسقم هكا ديروا بصبعكم ولا بالسباتول. انا نسقم هنايا الاطراف ونزيد نكمل باقي الكميه
نكمل باقي الكميه بنفس الطريقه اللي درتها في الحبه الاولى معاكم. ابخي ما كمل كامل الكميه ولصقتهم مع بعضهم، لصقت الحبه مع اختها، قلاصيتها، درت شوكولا بيضاء، وزدت لها طرف صغير تاع شوكولا سوداء هكا باش تعطينا داك اللون تاع الكريمه اللي راكم تشوفوه فيه، تعطينا واحد اللون كابوتشينو. واخر شيء حبيت انا ندير النوع زعما كاينه باش نتحصل على شكل واحد اخر، نزدت لها شوكولا بالحليب. دونك نتوما واش تحبوا ديروا. شوفوا هنايا هذه الشوكولا البيضاء زدت لها الطرف تاع سوداء ودرتهم فوق بان ماغي. اون فوا دابولي زدت لهم خففتها بشويه تاع زيت. هي يقول لك في كل 100 غرام تاع شوكولا، هذه دوها قاعده، في كل 100 غرام تاع شوكولا ديروا مغرف تاع زيت. واحيانا على حسب الشوكولا كي الا كانت لا تيكستور تاعها ثقيله ولا خفيفه. التزيين يبقى اختياري. يعني هذه الحلوى كاش ما اسهل منها، وبالخف ترفدوها بالخف، سهله بزاف، مقاديرها تاني بسيطه. نتمنى فعلا انه تجربوها وراح تدعوا لي اكيد. بالنسبه للاخوات اللي سقساو عليا او راني غايبه، باذن الله راح نولي معكم في وصفات قادمه، ولكن ما رانيش نلاقي الدعم بقدر المجهود اللي راني نبذله في القناه، من التصوير، من التعب، من كل شيء. نتمنى باش تدعموني في القناة. هي شغلة بسيطة يعني، بس سبسكرايب يعني اشتراك في القناة، وبارتاجوا القناة مع أصدقائكم، وفعلوا زر الجرس. تيمون اللي راني طولت في الغيبة، مانيش يعني في التسجيل شوية غابت لي. بغيف غير نقولكم إلى الملتقى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.